قال لي والله امريكا دوله كبرى واذا كانت تدخل من يقدر يمنحها. قلت له كيف تدخل في ارض الدوله مستقله يعني في سبب. بعد تلاقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما نقدرش نقول لك في الهاتف، العراق بعد الكويت اجتاح السعوديه. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا، وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وبتزحف نحو السعوديه. الامر الذي ادى لان السعوديه فعلا الدفاع عن نفسها بتحالف حتى مع الشيطان في ذلك الوقت. راحت جابت القوات الامريكيه. اصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الان فعلا يعني مصدر قلق او حتى تهديد لاخواننا في الكويت، في السعوديه، في كل الخليج. وامريكا متعهده بحمايه هذه المنطقه لان هذه المنطقه هي مصدر هام جدا للطاقه. اذا اذا في تصحيح تفضل اقول يا اخي عبد الله. الرئيس كلامك مردود عليه. المملكة العربية السعودية واجهة. المملكة العربية السعودية مسلمة. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. من جابك في الحكم انت؟ من جابك في الحكم؟ غير صحيح. من جابك؟ لكن لا تتكلم ولا تتورط بأشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب، والكل هو أمامك والقمر هو قدامك. شو بيقول كذا؟ شو بيقول الله؟ مش مع امريكا ابدا. اذا ترجع مش مع امريكا ابدا. ان شاء الله ترجع. يعني الحل بيد العرب وخاصه اخواننا في الكويت، يعني يقدروا يحلوا المشكله. المشكله عربي ما هوش مشكله امريكي عراقي. لا ما في جلسه مغلقه. لا شوف لولا العرب في الخليج ما تجيش امريكا. كانت هذه المشاهد بعد أن قطع الإرسال المباشر